قلبي وعقلي وروحي لسه مع ليلى. كل ما أشوفها قلبي بيوجعني. هي لسه جميلة، كأنها بتصغر مش بتكبر. جمالها اللي كان ملكي بقى لراجل تاني. تخيلوا، راجل دخل حياتها وحبته واتجوزوا من 5 سنين وما خلفوش. أنا بتجنن. كلمت ولادي سلمى ويوسف، بقوا كبار دلوقتي. سلمى 23 ويوسف 15. قلت لهم اقنعوا مامتكم تسيب جوزها وترجع لي. كنت متوقع إنهم هيقفوا جنبي، إنهم هيفتكروا الأيام الحلوة، لكن الرد كان صاعق. قالولي جوز ماما راجل محترم وبيحبها وهي مرتاحة معاه. حتى هم مش جنبي. حاسس إن جوز أمهم سحب بساط الأبوة من تحت رجلي. بيحبوه، وأنا حاسس بالغيرة بتقتلني. أنا بتعذب، كل يوم عايش في نار. العلاقة بين ليلى وزوجتي دلوقتي كويسة، بيتكلموا عادي، بس أنا مش طايق أشوف جوزها. قلبي بيتحرق لما أشوفها معاه، لما أحس إنها سعيدة مع حد غيري. أنا معذور في اللي حاسس، صح؟ ست ضحت ب14 سنة جواز عشان صداقات عادية. أنا اللي خسرت كل حاجة. يا جماعة، أنا عايز رأيكم بصراحة. أنا اللي غلطان ولا هي اللي قست عليا؟ شاركونا آرائكم وتجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تشوفوا كل القصص اللي بتهمكم.